السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحلى أخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بخير يا رب دايما، ويا رب أشوفكم من المقبولين في الكلية الحربية وكلية الشرطة بإذن الله. موضوع كده بسيط يا جماعة، بس قبل ما نتكلم عن موضوع النهاردة يا رب تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. الموضوع النهارده عن نتيجة الالتماس بتاع كلية الشرطة. في ناس كتير عملت التماسات وفي ناس كتير عايزة تعرف النتيجة ظهرت ولا لسه. تمام، بص يا صاحبي، النتيجة ظهرت بقالها يومين على الموقع، في ناس ظهرت لها النتيجة وفي ناس ما ظهرتلهاش النتيجة. أنا هتكلم دلوقتي عن الناس اللي قدمت الشكوى على الموقع. تمام، اللي قدموا شكوى على الموقع دول يا جماعة بيرد عليهم على الموقع. أما اللي قدمها في ورقي في الكلية، أنا الصراحة ما عنديش خلفية إذا كانت اتباعت موقع ولا لأ، بس أنت برضو تابع نتيجة الشكاوى على الموقع، تابعها. لكن انا مش هقول لك ان هي هتظهر على الموقع، الله اعلم، ممكن تظهر على الموقع بتاع الشكاوي وممكن ما تظهرلكش، ممكن تجي لك في رساله اس ام اس وممكن يرن عليك موبايل على حسب. بس اللي سمعته بس مش اكيد، ان ممكن يتصلوا بالناس اللي عملت على شكوى في الكليه، ممكن يتصلوا بيهم على التليفون بتاعهم في الرقم اللي هم متصلين اللي كاتبينه. تمام. لكن اللي عملها على الموقع ففي ناس ظهرت لها، ومن ضمنهم انا ظهرت لي على الموقع من حوالي يعني من يوم 29، بس انا لسه واخد بالي من الرساله دلوقتي. كان مكتوب في الرساله يعني ان انا يعني مش منطبق للمعايير والشروط اللي هم محتاجينها. تمام، وانا برضو هنزل لكم الصوره يعني دلوقتي، هحط لكم في الفيديو الصوره اللي هي ازاي اترفضت او صوره الرساله. تمام، لكن يعني هما بصوا بيردوا على الناس، وشفت يعني ناس كانت نازله ان الناس اللي اتقبلت برجاء التوجه الى الكليه. تمام، ده اللي شفته، لكن برضو ما اعرفش رجاء التوجه الى الكليه دي ناس اتقبلت صح ولا لا، بس هم ناس عاملين تظلمات. تمام، اما مثلا واحد زي انا جات لي وشفت ناس كتير على الفيس جات لها نفس الرساله دي، ان انا غير مطابقين للمعايير والشروط بتاعت الكليه والحاجات دي، يعني انتوا عارفينها. لكن مش هيقول لك برضو ايه السبب اللي انت سقطت عشانه، يعني ما يقولكش مثلا انت نزلت تحريات، نزلت سياسه، نزلت طب متقدم، نزلت مش مبلغينك باي حاجه خالص. تمام، الرساله مش موضح فيها اصلا ايه سبب الرفض. تمام، فده يا جماعه موضوع النهارده عشان في ناس كتير سالتني عليه. تمام، وبرضو الناس اللي هي عملت على اللي عملت في الكليه ممكن تروح تسال برضو عادي، يعني مش مشكله، او تستنى شويه. يعني هم يمكن هم دلوقتي بيردوا على بتوع الموقع وبعد كده يردوا على الناس اللي هي مقدمه ورقي، فانت تستنى وما تستعجلش. تمام، وان شاء الله يا رب السنه دي اشوف كل اخواتي المقبولين يا رب، ومن ضمنكم انا برضو. وانا طبعا هكون معاكم اول باول، بحكم ان انا راجل قدمت قبل كده كذا مره. تمام، انا مش محتاج منك غير تدعمني بلايك واشتراك وتفعل زر الجرس، عشان لو في اي معلومه او اي فيديو نزلته تكون انت اول من يشاهد الفيديو دهوت، وتعرف الاختبار بيتكلم عن ايه او الكشف اللي انت رايح له بيتكلم عن ايه. تمام، ولو عندك اي سؤال اي استفسار اي حاجه سيبها في الكومنت، وانا تحت امرك في اي وقت. ماشي، مع تحياتي اخوكم طارق البدري.